طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. اختتام حملة تطعيم الحصبة والحميرة بنجاح في إقليم القاشبركة. الآباء يشيدون بسوا خلال زيارتهم لأبنائهم. الجمعية الوطنية للمكفوفين تعمل على تحسين الحياة المعيشية للأعضاء. الصين تحذر كندا من عواقب عدم الإفراج عن المديرة المالية لهاواي. الشرطة الفرنسية تعتقل عدد من الأشخاص خلال احتجاجات أصحاب السترات الصفراء. قتلى في سطو مسلح على بنك بالبرازيل. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. اختتمت حملة تطعيم الحصبة والحميرة وتوزيع فيتامين A التي جرت بالتنسيق بين المواطنين والمؤسسات الحكومية في 16 مديرية من مديريات إقليم القاشبركة بنجاح. وأوضح منسق البرنامج السيد برهاني أبرهة عن وضع برنامج لتطعيم حوالي 400 ألف من الأطفال في الأقاليم وتوزيع فيتامين A ل 130 ألف طفل. ووفق المعلومات التي جمعت حتى الآن تم تطعيم أكثر من 370 ألف طفل، كما تم منح جرعة فيتامين A لأكثر من 120 ألف طفل. وقال السيد برهاني بأن التنسيق الجيد بين مختلف المؤسسات ووعي المواطنين من أهم العوامل الرئيسية التي أدت إلى نجاح البرنامج، مؤشدا بالتنظيم الجيد للإدارات وحملات التوعية العالية التي قام بها الخبراء الصحيون في أوساط المواطنين، إضافة إلى الدور الرائد لأعضاء وزارة التعليم ووكلاء الصحة الريفية في تسيير أنشطة فاعلة من خلال تأطرهم في 388 مجموعة. وأشار السيد برهاني إلى أن 70% من الذين تحصلوا على التطعيم هم من الطلاب، موضحا نجاح عملية تنفيذ البرنامج مقارنة بالهدف المنشود. كما أشار السيد برهاني إلى وجود خطط لتقديم تطعيم الحصبة والحميرة بانتظام في المستقبل، موضحا بأن الأطفال الذين لم يحصلوا على خدمات التطعيم لمختلف الأسباب يمكنهم الحصول عليها في أقرب مركز صحي. يذكر بأن برنامج التطعيم ضد الحصبة والحميرة وتوزيع فيتامين A نفذ على مستوى البلاد في الفترة من 21 وحتى 30 من نوفمبر المنصرم في كافة الأقاليم. عبر الآباء الذين زاروا أبنائهم الطلاب المنضوين في الدفعة 32 عن إشادتهم بساوى التي تعمل على تنشئة الطلاب بالأخلاق الحميدة إلى جانب التعليم الأكاديمي والمهني للطلاب القادمين من مختلف أقاليم وقوميات البلاد. كما أشاد الآباء الذين زاروا أبنائهم في الفترة من الأول وحتى 8 من ديسمبر الجاري بالجهود التي تبذلها الحكومة لتعليم أبنائهم أكاديميا ومهنيا، موضحين بأن الفترة التي يقضيها أبنائهم في ساوا هي فترة مهمة لصقل الأبناء ذهنيا وجسديا ومعنويا. وأشاروا إلى أنهم قد وجدوا أبنائهم بصحة ومعنويات كبيرة أكثر من توقعاتهم، حيث يعيشون مع معلميهم ومدربيهم في ساحة واحدة وهم يتلقون العناية الجيدة من قبلهم، وأن التطور الجاري في ساوا من حين لفترة يمكن أن يجعل منها مدينة عامرة بكل الخدمات، وناشدين الطلاب بضرورة تحقيق رغبات الشعب والحكومة في النمو والتطور، مستفيدين من الفرص المتاحة لهم. وفي الختام أوضح الآباء بأن التطور الذي حققته ساوا يأتي في إطار الوفاء لأمانة الشهداء الذين وهبوا حياتهم الغالية لنيل الحرية وحماية السيادة الوطنية. كما دعوا الآباء لإرسال أبنائهم وخاصة الطالبات إلى ساوا. وأعرب الطلاب بدورهم عن إعجابهم بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لرفع المستوى الأكاديمي والمهني للشباب، معربين عن استعدادهم للعمل بتفان وإخلاص لتلبية رغبات الحكومة والشعب بالاستفادة من الفرص المتاحة لهم. أوضحت الجمعية الوطنية للمكفوفين في اللقاء الذي عقدته لأعضائها في 8 من ديسمبر الجاري بأنها تعمل على تحسين الحياة المعيشية للأعضاء وأسرهم. وفي اللقاء الذي شارك فيه ممثل الاتحاد الأوروبي وممثلي الشركاء والأعضاء وأسر المكفوفين، أوضح مستشار الجمعية السيد قبر مسغل في السهاية أن الجمعية بدأت تنفذ العديد من المشاريع الاقتصادية لتحسين معيشة المكفوفين بالتعاون مع الشركاء، مشيرا إلى وضع برنامج لدعم 100 من أعضائها خلال العام 2019 بعد تقييم أوضاعهم وقدراتهم تحت شعار ضمان معيشة المكفوفين.
بدوره قال المسؤول الإداري للجمعية الأستاذ جورجا تسفاسلاسي أن الأنشطة التي تقوم بها الجمعية لتحسين أوضاع ومعيشة الأعضاء بالتعاون مع الحكومة والشركاء ظلت تحقق نتائج ملموسة، حيث استطاعت أسر المكفوفين من إرسال أبنائها إلى مائدة التعليم بفضل تخليها عن الأفكار السلبية حول قضية البصر. وقد تخرج عدد من المكفوفين بمستويات عالية في المراحل التعليمية نتيجة لذلك. وذكر المشاركون بأن تعزيز وعي المجتمع أدى إلى منح الاحترام وتقديم الدعم للمكفوفين، كما قدموا آراء وتوصيات بناءة من ضمنها المطالبة بأن تكون المشاريع الداعمة للمكفوفين جماعية بدلا من أن تكون فردية. هذا وقد تأسست الجمعية الوطنية للمكفوفين في العام 1996 وهي جمعية غير حكومية. نظم فرع التوجيه المعنوي التابع لوزارة الدفاع دورة تأهيلية فنية ل63 من الفنانين القادمين من أقسام الجيش بالقيادة الغربية وأعضاء فرقة أولى الفنية، وقد تخرجوا في 4 ديسمبر الجاري. وأوضح مسؤول الثقافة والفنون في التوجيه المعنوي المقدم كبروم عن ميكائيل بأن الدورة التي امتدت لشهر واحد اشتملت على الكتابة والتأليف والتمثيل والإخراج والموسيقى والأغاني والرقصات والدراما وأخلاقيات المهنة، حيث هدفت إلى تقوية القدرات التي تتطلبها المرحلة القادمة. من جانبه قال مسؤول هيئة إدارة القيادة الغربية المقدم كبروم أبرها أن الدورة هي جزء من الدورات المهنية المقدمة لتطوير قدرات الأعضاء حسب مجالاتهم، مناشدا الدارسين ببذل جهود كبيرة لتقديم الأعمال الفنية الجيدة بالاستفادة من المعلومات المكتسبة وتطوير العمل الجماعي. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، حذرت الصين كندا من أنها ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تفرج على الفور على المديرة المالية لشركة هاواي للتكنولوجيا، ووصفت القضية بأنها شديدة القبح. واعتقلت السلطات في كندا المدير المالية لهاواي مين جوان تشو في الأول من ديسمبر بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية التي تطلب تسليمها وتتهمها بالتستر على صلات شركتها بشركة أخرى حاولت بيع معدات لإيران على الرغم من العقوبات المفروضة عليها. واستمعت محكمة كندية إلى مرافعات المدافعين والتي تقول أن مينغ تواجه في حالة ترحيلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية تهما بالتآمر للاحتيال على عدة مؤسسات مالية تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 30 عاما عن كل تهمة. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان مقتضب أن لي يو تشين نائب وزير الخارجية استدعى السفير الكندي في بكين وسلمه احتجاجا شديدا وطالب بإطلاق سراح مينغ. اعتقلت السلطات في فرنسا قرابة 1000 شخص مع استمرار احتجاجات حركة السترات الصفراء المناهضة لسياسات الحكومة. وخرج حوالي 125 ألف شخص في مظاهرات السبت، من بينهم 10,000 شخص في العاصمة باريس التي شهدت أعمال عنف. كما وقعت مصادمات في مدن عدة وأطلقت الشرطة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على بعض مثير الشغب. وتقول السلطات أن 126 شخصا أصيبوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الفرنسية، كما أصيب 3 من أفراد الشرطة على الأقل. ودعا رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب في خطاب متلفز إلى المزيد من التواصل بين الحكومة والمحتجين من أجل حل الخلاف. ونشرت السلطات حوالي 8,000 شرطي و12 عربة مدرعة في باريس وقرابة 90,000 شرطي في جميع أنحاء البلاد للسيطرة على الوضع.
قالت السلطات في البرازيل أن 14 شخصا بينهم 6 رهائن قتلوا في تبادل لإطلاق النار بين الشرطة ومسلحين في عملية سطو مسلح على بنك في بلدة صغيرة بشمال شرق البلاد. وقال مكتب حاكم ولاية سيرا في بيان له أن معظم القتلى سقطوا عندما فتحت الشرطة النار على اللصوص لدى محاولتهم السطو على ماكينات الصرف الآلي في فرعين للبنك بشارع رئيسي في ميلاجريس بالولاية. وأضاف أن 5 من أفراد العصابة قتلوا في تبادل لإطلاق النار، وأن 2 آخرين توفيا في المستشفى بعد إصابتهما، وأن الشرطة قتلت 8 بالرصاص أثناء المطاردة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن 5 من الرهائن القتلى كانوا من عائلة واحدة. قالت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا أن الصين أطلقت أول مسبار على الإطلاق للهبوط على الجانب المعتم من القمر في خطوة تعد علامة بارزة على طريق برنامجها الفضائي الطموح. ومن المتوقع أن يهبط المسبار تشانغ اي 4 بشكل سلس لأول مرة على الجانب البعيد من القمر وفقا لما ذكرته شينخوا. ووصلت مركبات فضائية إلى هذا الجانب من القمر من قبل، لكن لم يسبق لأي منها الهبوط عليه. ويمثل تطوير برنامج الفضاء الصيني أولوية للزعماء الصينيين، حيث دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى أن تؤسس الصين نفسها كقوة في مجال الفضاء. وتسعى الصين إلى اللحاق بروسيا والولايات المتحدة الأمريكية لتصبح قوة كبرى في الفضاء بحلول عام 2030. وتعتزم تدشين محطة فضاء مأهولة خاصة بها العام المقبل. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.